السلام عليكم. أتكلم اليوم معاكم عن نجم سهيل. التاريخ اليوم 24/8/2023، اليوم الخميس. أنا أخوكم حسين تعبان العنزي. إن السنة السهلية عند أهل الجزيرة العربية مع بداية موسم سهيل، أحد المواسم 12 السنة السهلية. إن نجم سهيل يشرق كل عام باتجاه الجنوب الشرقي أثناء الفجر قبل طلوع الشمس، ويشاهد بالنصف الجنوبي لشبه الجزيرة العربية في تاريخ 24/8. أما في الكويت يتأخر في تاريخ 5/9. وكلما ذهبنا شمالا يتأخر ظهور نجم سهيل، ويستمر إلى 53 يوم تقريبا. واهتمام العرب في نجم سهيل لأنهم سكان صحراء قاحلة وأيضا جافة، ويبعد ذلك النجم 310 سنة ضوئية تقريبا، و574 سنة ضوئية عن الأرض. ودرجة الحرارة تصل فيه 7400، وهذا النجم أكبر من الشمس بآلافات المرات. وإن أهل الجزيرة العربية يستبشرون بنجم الشهير سهيل، فمع طلوعه تبدأ حقبة جديدة من الفصول السنة والانتظار. أهل الكويت والجزيرة بفارق الصبر. يلطف الجو قليلا ويبرد الليل والماء، ويزيد الظل الشمس ويطول الليل ويقصر النهار، ويقل عدد ساعات النهار المعرضة لحرارة الشمس. وأيضا إن الشمس تميل في ذلك الوقت نحو الجنوب، ويزيد اقترابها من الخط الأفق يوما بعد آخر، ويجعل أشعتها أقل حرارة، ويكون متوسط درجات الحرارة العظمى في الأيام الأولى إلى تقريبا 45 درجة مئوية، والصقرة 28 درجة مئوية. وفي السابق يستبشرون وإن الجو بلش يبرد بعد الحر الشديد، وإذا طلع سهيل تلمس التمر بالليل، لأن في وقتها صار التمر كله رطب اللون البني، ومقسم على 4 نجوم، الأولى صيف و3 خريف. وأيضا في تلك الأيام تبدأ تهب الرياح الجنوبية الغربية تلطف لنا الجو ويبرد آخر الليل. وأيضا بينما إن ظهور سهيل في هذا الوقت يصادف وجود الأرض في موقع أثناء دورتها السنوية حول الشمس، بما يجعل ميلان الشمس عن الأفق أقل عن النصف الكرة الشمالية، وبالتالي يساعد على تلطيف الجو. وقالت العرب إذا طلع سهيل طاب الليل. هذا والله تعالى أعلى وأعلم.